أكيد تأثير وكرياش بر أسباب قالك طلابة ناس كن حمي مال دارونشتينا أغلبية وصالت حاليا نج قالك شو هنا بس دخورتا ناس كم هندسة نفط خواندن نها يك محل صحنا ذات شغله ويك محل سمانة ذات شغله يعني يا عالمي بخواندن إني كاري في سناتي بكبلة عولية في سنات كربا وتعبا قبالة نبر. وضع نقلتي خوشة وتأثيرها بالسروة والمواصلات زحمة بين بريدة. أفضل فيها هنا هالوقت أفكار طالب تشتتيني وهر دور ددي شدتينا مدرسة نمان استاذ نمان كادر علمي حمي ماش در حمي هجري حمي نتيجة ظروف مادية نخوش نتيجة ظروف عامية نخوش يعني تبيجي نبيجي كادر علمي نمار سرسري وكا حتى وصف خوش كوابيك بيني طلاب جامعة خدت كاري بيجي سري صدي هشتي أو طلاب جامعة حمي شدتين خدنا نكاري هر جامعة يكو علاماتك بلند آني نكاري هر جامعة خابقينه مثلا بيكون الحلب الشامل جهة كيفادا سجنان ده في جهة مثلا سكن وإقامة وبدري يعني وضع نخوش امان نينا استقرار نينا. كل الناس بشكل عام تأثر الوضع طبعا أزمة حرب أزمة هجرة أكثر من الحرب وأزمة غلاء معيشي الحالة النفسية الضغط النفسي هذا كله بشكل عام بيأثر على الدراسة لأنه جو البيت كله مشحون الأب والأم والأسرة كلهم مشحونين بكل هالحالات. أنا عندي بنت يعني سنة ثانية على المحيا وهي سنتين تركناها في وضع الاغتيالات والاختطاف والاغتصابات اللي عم تصير. كثير هالمشاكل اللي صايرة بالبلد، المشاكل اللي صار بالبلد صار تأخير في الكتب، جية الكتب من الشام صعب. ابني كان صار ثالث فلسفة في الجامعة ما استرجع يروح على الشام على الامتحانات وبطل الجامعة. في مصروف كثير، في مشاكل بالطريق، في مشاكل كثير طلاب راحوا من هون انكمشوا بالطريق.